معناها كوميونيكاسيون مع جروب. جاتني فكره على الطاير في مخي وانا نعرفها وانت تعرف. صارت لك في الباطن مع ايمن المثلوثي. اش بيه مع ايمن المثلوثي؟ انت ملعب يقولوا انك انت كنت سبب في انك تحرق ايمن المثلوثي، يعني تحرق بلغه الكره، يعني ما تلعبوش. خلينا نوجه السؤال نتاعي النصيف. لا نوجه سؤال النصيف. انا شوف انا وانت اقبل مني بكل صدق. لا بس انت اثرت في العداله في العداله السعوديه، في العداله. لا اي بلبولي اي اسمع. لا صار اشكال كبير يعني لحد الان موجود. لا صار اشكال كبير مازال موجود. كلوب والله ما نعرفش انا مازال. شوف انا بالضبط انت تو نحكيو على الخبره. انا اول ما مشيت لنادي العداله ما خذيتوش من اول الموسم. ايمن البلبولي كان معنا مشى مع سي اسكندر القصري صح. اللي هو بدا الموسم مع الفريق في الدوري الممتاز السعودي. انا خذيت الفريق تقريبا قبل الميركاتو الشتوي بثلاث او اربع مباريات. في الوقت اللي خذيت مجلس اداره النادي والمدرب السابق حط لا ليست دي بارتون، هما بداوا يحضروا للميركاتو الشتوي. يعني البلبولي على قائمه المغادرين لقيته 100% ما فيهاش حتى اشكال، معناها ما فيهاش تضليل ولا كذب، معناها موجود. انا كي مشيت بل بالعكس انا زدت عززت الثقه في ايمن البلبولي، وجلست انا وياه وتكلمت انا وياه على اساس بالنسبه لي وانا مدرب جديد ماسك الفريق مواصل بيك الى ان ياتي ما يخالف ذلك. انا باش نقرر في الاخير، وقرار الاستغناء على ايمن البلبولي من بعد ما جددت فيه ثقه وما قصرش، ما كانش معناها سيء والا، ولكن استراتيجيه النادي فك الوقت هذاك فرضت علينا وفرضت علي انا كمدرب للفريق اني نخير نستفيد من المركز بلاعب في الملعب. ما مشيتش مثلا يعني دخل الاوامر الاداره نتاعك. لا مش هذا، لا مش هذا. لما مسكت انا الفريق 4 مباريات شفت كونه حاجه الفريق كانت اكثر لاعب نص ملعب. نستغنى على مركز الاجنبي في الحراسه، عندي حارس سعودي محلي على مستواه وعامل كاس عالم في السابق الى اخره، وكان العب عندي في فرق سابقه نعرف المستوى الحقيقي نتاع الملاعبي هذا. استغنيت على معناها على ايمن الملبولي اللي نكون له كل احترام والتقدير، ما هوش شخصيا ولكن رياضيا. وقتها حبينا نستغلوا المركز نتاع اللاعب الاجنبي في لاعب وسط ملعب. نعاودوا نرجعوا واضح الرؤيه باش يتفكر تشكيل، لانه برشا حديث قاعد يتقال في التراك اننا قلناها في المباشر. ما والله العظيم هذاك هو الصحيح معناها